بين هالصخور وهالرمل قصة ضرر بيئي وخسارة مادية للدولة اللبنانية استمرت على مدى 11 سنة. محفار الرمل هيدا هو واحد من بين 1235 محفار ومقلع وكسارة بلبنان بين مرخص وغير مرخص، وهالقطاع قادر انه يفوت على خزينة الدولة 2.4 مليار دولار في حال دفع أصحاب المقالع والكسارات المستحقات المتوجبة عليهم والمتراكمة من 2007 لل 2018. مجموع المساحة المتضررة من هالقطاع من 2007 هو حوالي 15 مليون متر مربع. محافظة جبل لبنان لوحدها متضررة بأكثر من 4 مليون متر مربع من مساحتها، واليوم غالبية الكسارات والمرامل غير الشرعية مقفلة بالشمع الأحمر. نحن بحاجة لمسؤولين ينظموا لنا هالقطاع ويتركوا هالعالم تعيش. نحن عم نستصلح الأرض، نحن عم نزرعها، ما عم بخلونا نستصلح. المشكلة مش بالقطاع بحد ذاته، لأن بكل دول العالم منلاقي مقالع وكسارات. المشكلة بتنظيمه وتفعيل تطبيق القوانين البيئية والتنمية المستدامة. إذا كانوا هن دافعين الأمور المالية والضرائب بدهم يبرهنوا كيف عملوها مع براءة ذمة، وإذا ما عاملينها لازم يدفعوها. واثنين، كلهم ما عاملين إعادة تأهيل ولا عاملين أي تغطية لكلفة التدهور البيئي، وهيدا لازم يصير. هالخطوة الإصلاحية رح تباشر وزارة البيئة بتطبيقها من خلال إرسال أوامر تحصيل المبالغ المستحقة على أصحاب المقالع والكسارات بناء على دراسة أجراها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. We calculate the costs of environmental damages and losses that Lebanon has made. And why we did this is because it is on the one hand important as a tool to show what is needed to protect this beautiful country, to protect the planet. من شهر كانون الأول 2022 أطلقت هالدراسة رسمياً لأول مرة، ولا تزال بعد 6 أشهر حبر على ورق. لا أصحاب المرامل والمقالع والكسارات استلموا الفواتير بعد من وزارة البيئة ولا هن قادرين يشتغلوا، بالوقت اللي هالقطاع قادر يكون باب لإدخال مبالغ كبيرة لخزينة الدولة مفلسة.